شعور الاكتفاء بالله هو أعظم شعور ممكن تحس بيه وتعيشه، ويملأك طمأنينة وراحة ولذة فوق كل التصور. الاكتفاء بالله إنك تكتفي بضمانه ووعوده ليك إن رزقك محفوظ فما تقلقش، إنك تكتفي بقدرته وقوته في إنك تطمن إن يأذيك حد بغير تقديره فما تخافش، إنك تكتفي بمعيته وقربه في صلاتك عن الأنس بغيره فما تزهقش. الاكتفاء بالله باختصار إنك ما تشوفش في كل أفعالك غيره فما تحتاجش، إن قلبك دايماً يستشعر كلمة أليس الله بكاف عبده. ساعتها بس هتطمن وتعرف إن كل الدنيا ليه، وإن كل الرزق منه وحده، وإن مستقبلك ومستقبل أولادك مش بإيد غيره. ساعتها بس هتعرف إن ربنا ما ظلمكش، وإنه ما كتبش عليك إنك تحمل هم واحد في الحياة، وإنه أعطاك من الإرادة والقوة والنعم اللي أكبر بكتير من اللي طلبه منك، لأنه في الأساس ما طلبش منك غير شيء واحد، وهو إنك تحقق رضاه عليك وبس. ووعدك إنك لو حصلت رضاه هيكفيك بيه وهيغنيك وهيرضيك وهيحميك من كل الدنيا والخلق. فاطمن واعرف إن اللي كفاك كل شؤونك من لحظة ما خلقك هيتولاك بكرة وبعده في اللي بقيلك كمان من عمرك. فالرزق منه والمستقبل بإيده، فلو ربنا كفاك هتعرف إن الأمر كله بإيده، والكفاية كلها منه، والراحة كلها معاه. فحط كل أوجاعك وأمانيك بين إيديه واسأله الكفاية فيها، لأنه لو كفاك في وجعك هيتحول لراحة، ولو كفاك في حلمك هيتحقق معناه وهيرزقك أحلاه. وهنا بس هتحس بدوام عنايته وسعة فضله عليك، وهتعرف إن الدنيا مهما طالت فهي في تقديره صغيرة، وإنها مهما غنت وغلت فقدام ملكه فقيرة هينة.